هنعمل النهاردة صينية البطاطس بالجبنة. بجد تحفة جدا، حلوة جدا للعشاء. هتقدميها مع السلطة، بجد جربوها، جنان طعمها. شايفين؟ تحفة جدا. يلا نشوف هنعملها ازاي. هنجيب هنا 3 بطاطسات، هكون غسلاهم كده كويس بالشكل ده. بعد كده هنقطعها شرايح. طبعا احنا عايزين السمك بتاعها يبقى تخين شوية بالشكل ده زي ما انت شايفة. شايفين السمك بتاعها؟ انا عايزاها بالسمك ده. طبعا انا اقطعها كمان كده. تمام، جاهزة معايا. هعمل الكمية طبعا كلها بتاعتي بنفس الطريقة دي كده. خلاص جهزت معانا. بعد كده هنحطهم في بولة بالشكل ده. شايفين؟ بعد كده هنحط البهارات بتاعتي، بودرة ثوم وبودرة بصل وملح وفلفل وبابريكا ومعلقة من الكزبرة، وهنحط معلقتين كبار من زيت الزيتون او زيت الذرة العادي، وهنحط الملح وهنقلب كده البطاطس كده كويس لحد ما تتبل معانا كلها كده. تمام. هكون طبعا مسخنه الفرن في الوقت ده، تكون سخنه معايا درجه حراره عاليه كده. تمام، جهزت معانا. هنجيب هنا صينيه او البايركس اللي احنا هنحط فيه، وهنحط فيه البطاطس بتاعتنا تتوزع. بعد كده هندخلها الفرن. شايفين؟ تمام كده. انا وزعتها كده كويس وهندخلها الفرن لحد ما تحمر معانا. بعد كده هنعمل الصوص اللي احنا هنحطه من فوق بالشكل ده. هنحط هنا معلقتين من الزبده، وهنحط 3 معالق كبار من الدقيق، وهننزل عليهم بكوبايه او كوبايتين ونص من اللبن. هنقلب الخليط بتاعنا كده كويس. ده صوص البشاميل على البارد، هنحطه على النار لحد ما يتقل معانا كده. تمام. بعد ما تقل معايا بقى بالشكل ده، شايفين كده؟ مظبوط. بعد كده هنجيب طبعا الصينيه بعد ما احمرت معايا صينيه البطاطس. شايفين؟ اخدت لون معايا واحمرت، ريحتها جامده جدا. بعد كده هننزل عليها بالصوص البشاميل اللي احنا عملناه. طبعا عملناه صوص خفيف كده. هتوزعيه بالشكل ده كده. تمام، جهز معانا. بعد كده هنحط الجبنه رومي المبشوره على الوش بالشكل ده عشان تديكي طعم حلو. اي نوع جبن عندك ممكن تحطيها. وزعيها كده كويس. بعد كده خلاص هندخلها الفرن لحد ما تحمر معانا وتاخد لون جميل. شايفين؟ جامده جدا. جربوها تعجبكم. هنحط لها شويه بقدونس كده على الوش، وهتقدميها بألف هنا وشفا كده. تمام. شايفين القوام بتاعها؟ تحفه جدا. اتمنى الوصفه تجربوها وتعجبكم. حطوا لايك ومتابعه واشتركوا في القناه وفعلوا زر الاشتراك علشان توصلكم اي فيديوهات. يلا، السلام عليكم.